اهلا بيكم في قناتي ماما سولي. النهارده هنعمل سلطه رنجه بالطحينه. لو جربتوها هتنسوا اي طريقه تانية للرنجه من حلاوتها. اول حاجه هنحط طحينه. انا استخدمت طحينه اسمها حلواني، لو عندكم اي نوع طحينه هنستخدموه. هنزود عليها ملح وكمون، ممكن تزودوا شطه يعني، بس انا استغنيت عنها بالفلفل الحامي. بعد كده هنحط خل وهنزود ميه. مش هنحط كمية المية كلها مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. انا بحط شوية مية صغيرين وبقلب وبشوف القوام شكله ايه. لقيته لسه تقيل بديها شوية مية كمان، يعني المية تتحط تدريجي، يعني زي ما احنا بنعمل سلطة الطحينة كده بالظبط، لحد ما القوام يظبط معايا والاقيه ان هو بقى يعني قوام كريمي. هنفضل نقلب ونزود مية بكميات قليلة. هنجيب بقى الكبة ونحط فيها الثوم وفلفل أخضر حامي ونفرمهم مع بعض كده فرمة حلوة، يعني يبقوا قطع صغيرة، يعني مش ناعم قوي قوي. تمام كده فرمناهم. هنحط بقى كمية الثوم والفلفل الأخضر الحامي اللي احنا فرمناهم دول على الطحينة اللي كنا مجهزينها قدامكم كده دلوقتي، ونقلبهم مع بعض. هنجيب بقى الجزر. الجزر مكون أساسي يا جماعة في السلطة دي، يعني لازم نحط جزر لأنه بيخلي طعمها جميل جدا. كده بنفرم الجزر برضو فرم كله، يعني مش ناعم قوي، يعني قطع كده صغيرة تكون زهرة يعني. تمام كده نبتدي بقى نجيب الخضار، نجهز الخضار اللي احنا هنحطه على السلطة. بنجيب خيار بنقشره، بس يعني مش تقشير كامل، يعني عارفين كده زي ما بنعمل الكوسة كده بنقشرها، او بالظبط كده حتة خضرة وحتة بيضة. ونقطع الخيار قطع صغيرة، ونجيب فلفل برضو اخضر حامي او بارد، لو عايزين فلفل برضو رومي ممكن يستخدم برضو عادي. قطعناه وجهزناه. كمان قطعت بصل ابيض معاها قطع كده صغيرة، ولو عندكم بصل اخضر برضو يبقى احلى. قطعت البصل مكعبات صغننه كده. البصل برضو بيديها طعم جميل، مكون اساسي زيه زي الجزر بالظبط. هننزل بقى كل الخضار اللي احنا قطعناه على الطحينه اللي احنا كنا مجهزينها، يعني البصل والفلفل والخيار والجزر. اقلبهم كده تقليبه حلوه كده. تمام، انا كده جهزت خلاص السلطه بتاعت الرنجه. هبتدي بقى انزل قطع الرنجه اللي مقطعاها قطع صغيره دي، هنزلها على الخضار ونقلبه. نزلت لكم فيديو قبل كده عن طريقة تنظيف الرنجة بطريقة سهلة وجميلة جدا، يلا روحوا شوفوه بسرعة هيعجبكم. لو عايزين تحطوا زيت ممكن تحطوا، لو مش عايزين هي كده أخف وصحية كمان أكتر، وخصوصا للناس اللي عايزة تعمل دايت. طبعا دي أكلة كده صحية جدا. بحط بقى ليمونتين صغيرين أو ليمونة كبيرة، وكده سلطة الرنجة بقت جاهزة. أصدقائنا في الدول العربية بقى بتعملوا سلطة الرنجة إزاي؟ يعني بتعملوها زينا كده في مصر بنفس المكونات دي، ولا بتزودوا مكون تاني؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. نقدمها بقى دلوقتي وبألف هنا وشفا. أحلى سلطة رنجة. لو لسه بتتفرجوا يبقى شكرا جدا ليكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو، واستنوني في فيديوهات جاية مقدمة لكم مفاجآت كتير حلوة قوي قوي هتعجبكم جدا.